السيده فاطمه الزهراء. اليوم تلاقينا معك بالصدفه في محكمه الاستئناف. ف اليوم صباح اليوتيوب كيشطح بواحد الخبر ديال ان مدام البقالي دارت تنازل للبدويه من بعد الاستقبال ديالها البارح. فانت كمحاميه ديال جمعيه مفتاح وحلول، شنو اللي عندك ما تقولي لنا في هذا الامر هذا؟ شكرا الاخ الكريم على هاد الاستضافه هذه وعلى هاد الانترفيو هذه اللي ان شاء الله غتعطي واحد مجموعه الحقائق. هذا الخبر اللي قلتي بانه اليوتيوب صاد كيشطح فيه، في واحد الجانب اللي هو صحيح وفي الجانب الاخر اللي هو خاطئ. الجانب اللي هو صحيح هو ان فعلا نعيمه البدويه اللي تسمى بنعيمه البدويه جات المركز الجمعيه هي والابنه ديالها والحفيده ديالها، واستقبلناهم في الجمعيه، لان هذه الجمعيه هذه هي ورش ملكي، هي مفتوح للجميع، اي واحد حنا اللي كيجي كنستقبلوه. وسبق للجمعيه ان استقبلت مجموعه ديال الاشخاص، وحنا ما عندناش علاقه هاد الناس واش داروا ولا ما داروش، واش تحاكموا واش غيتحاكموا. حنا الباب ديالنا مفتوح. كان سبق ليها جات واحد المره ومع الاسف ما تمكناش من اننا نشوفوها ونستقبلوها لظروف خاصه، كانت الجمعيه عندنا واحد الاستقبال وكذا. ولكن البارح جات واستقبلناها وجلسنا معها، ولكن ما كان لا تنازل لا حتى شي حاجه. هذه المساله ديال التنازل هي غير صحيحه نهائيا، وهاد الناس هادو كيركبوا على الموجه وكيحاولوا انهم يخلقوا كما كيقال البوز ويرفعوا عدد المشاهدات. سيده نعيمه جات الجمعيه، استقبلناها، شافت الدكتوره النفسانيه، استقبلنا الابنه ديالها. السيده جايه من فاس وعندهم تربيه صغيره، ما يمكنش غادي نخليهم ولا غادي. شنو سبب الزياره ملي ما كاينش تنازل؟ السيده جات باش ان تقدم واحد مجموعه ديال التوضيحات للجمعيه اللي اصلا حنا ما كناش عارفينها. شرحتها لينا، قدمت لينا واحد مجموعه ديال الادله على شي حوايج اللي هي كتقولهم كتدافع بهم على راسها، على هاد الانتقاد، على هاد المشاكل اللي عندها في اليوتيوب. تصنتنا ليها بطبيعه الحال بحضور الطبيبه النفسانيه، بحضور اعضاء ديال الجمعيه، هذا اللجنه القانونيه، وتم واحد المحضر ديالها باش دخلت الجمعيه وباش خرجت، لان كاين واحد محضر الدخول ومحضر ديال الخروج، واستمعنا ليها كاي مواطنه من حقها انها تجي ونتصنتوا ليها ونسمعوا ليها ونقولوا ونوصلوا الصوت ديالها وداكشي اللي كتقول هي باش كتدافع على راسها. ولكن واش هناك تنازل على الشكايه او على سميتو اللي حطات الجمعيه؟ فهاد الشيء راه ما كاينش نهائيا. ما كانش نقاش ديال هذا الموضوع ديال التنازل؟ لا نهائيا، لا، ماشي الموضوع ديال ماشي الموضوع هو كان الموضوع ان تجي نعطيوها تنازل ولا كذا، لا، كان الموضوع هي انها جات شرحت لنا واحد مجموعه الحقائق كما قلت لك، وعطاتنا واحد مجموعه الادله. ما عندهاش علاقه بالملف؟ لا، عندها علاقه بالملف وعندها علاقه بملفات اخرى ما يروج خاصه في اليوتيوب، وكما قلتي ان تتعرض واحد الحمله شرسه كذا كذا. هذه المساله حنا اي واحد كيجي كنستمعوا ليه، كناخذوا الوثائق ديالو، كنصنتوا ليه، كنسجلوا داكشي في محضر، وكنمشيو كنحطوا هذه الجهات، هذا المحضر ديالو والتصريحات ديالو كنحطوه رفق الوثائق اللي دلا بها. حنا ماشي محكمه، ماشي حنا اللي كنصدروا احكام ولا حنا اللي كنصيفطوا الناس ولا هذا، حنا مجرد كننقلوا واحد المجموعه ديال الحقائق وكنتشكيو بمجموعه ديال الحوايج اللي كنشوفوها التي لا ترضينا، واللي هي كتدخل في صميم العمل ديال الجمعيه، اننا كندافعوا على الاسره المغربيه والمراه والطفل والزوج والاطفال الصغار. هادشي اللي كاين. اما شي تنازل وما يروج كما قلتي فهذا نهائيا. اكرر انا كنت حاضره شخصيا في اللجنه القانونيه اللي كانت حاضره، وسمعنا السيده وما كاينش تنازل نهائيا. تنازل لا يوجد. هناك مجموعه ديال الحوايج اللي هي طرحتهم، حنا غادي نوصلوهم للجهات المختصه فقط، هادشي اللي كاين، لا اقل ولا اكثر. سمعت ان بالاحرى هي جات على قبل شي شخص باش دير به شي شكايه وتوضيح الجمعيه على اساس ان هذا الشخص كيجبد الجمعيه قلت لك بان قدمت واحد مجموعه الحقائق، واحد المجموعه ديال الاشياء اللي حنا ما كناش كنعرفوها، وجات وقدمت دلائل على الاقوال اللي كتقول على هذه الحقائق اللي صرحت بها، ان الجمعيه راه كيتم المهاجمه ديالها من طرف اشخاص معينين في يوتيوب وكذا وكذا. هذه واحد مجموعه الحقائق هي ويتم التحريض ديالها هي باش تقدم شكايات ضد الجمعيه واشخاص اخرين. ماشي هي، راه كعرفتي دابا شنو واقع في هذا اليوتيوب، راه هذا الشيء راه مع الاسف كاين واحد الحمله. الا انت درتي وخالفتي وبغيتي تنقي ودرتي وطالبتي بالتغيير وطالبتي بايقاف التفاهه، كاين عناصر، كاين اشخاص اللي ما تعجبهاش هذا الشيء اللي كديروا الجمعيه، وكتنوض كدير كل المفلوجات ديالها، كتجيب ناس اخرين اللي كتطلب منهم او جو سي با الطريقه باش كتعامل معهم. هادشي راه البحث هو اللي غادي يثبتوا كيفاش هاد السيده هادي كيحاولوا انهم تنوض ضد الجمعيه، شنو اللي يتم الاستعمال ديالها، واش فعلا كاين ابتزاز، واش فعلا كيطالبوا منها باش انها تقدم شكايه للجمعيه. هادشي كلشي هي صرحت مجموعه الوثائق
وحنا البحث اللي غديروا النيابه العامه والشرطه القضائيه واللي غيثبت الصحه ديال كل حاجه، كل واحد الادعاءات ديالو، البحث هو اللي غادي يثبت الصحه ديالو من انها مجرد ادعاءات كاذبه. شكرا.